انا جايه النهارده اصيح. ايه يا جماعه المؤامره الكونيه اللي ضد طلاب الثانويه العامه دي؟ مش معقول يعني ابقى خارجه مع اصحابي عادي ونتمشى في وسط البلد في شارع شريف والبيك تيستي في ايدي، وحد سخيف يجي يقول لي تعرفي ايه عن شريف باشا؟ ما طفحناش البيك تيستي. وبعدين هو مين شريف باشا ده اصلا؟ شريف الوزير الخطير، مواليد 28 نوفمبر، برج القوس، زميل يعني القياده، الابداع، التفاني في العمل. مش باين ولا ايه؟ وبعدين شريف ده تربيه محمد علي، يعني لازم يبقى خطير، خطير قوي. محمد علي لمحه بيلعب في جنينه القصر بالسيف الخشب بتاعه، شاف في حاجه هو مش عارف هي ايه، ولا احنا كمان عارفين هي ايه. هو شاف نفس اللي شافه بالظبط عبد الملك زرزور في ابراهيم الابيض، بس قال له يلا على اوروبا مش يلا على العركه. شريف اتعلم العلوم العسكريه وبقى يوسباشي قد الدنيا في الجيش الفرنسي، بس ما بيمارسش هوايته غير على وشوش الناس، فاهم قصدي؟ وبعدها رجع من فرنسا ودخل الجيش المصري، بس الاهتمام ما بيطلبش، محدش رقاه وهو ما طلبش من حد يرقيه، فقرر ان هو يعتزل ما يؤذيه، وقال انا الكار ده مش كاري خالص. بس سعيد باشا ثبته وقال له تعالى وانا هرقيك وهخليك اميره لاي، وبعدها لواء، وبعدها وزير خارجيه، هكر الترقيات كلها. اما بقى الخديوي اسماعيل فثبته وقال له ملناش غيرك يا شريف، انت هتبقى النائب بتاعي. دي بقى يا اما ثقه يا اما ماسك عليه زله. وبما انه ابراهيم الابيض ورجل المواقف الصعبه، اسماعيل اول ما حس ان الدول الاوروبيه بتحشر مناخيرها قال له يا شريف خد الوزاره كلها لوحدك وتصرف انت بقى لوحدك. وشريف اتصرف فعلا زي ما انت كده بتسيب صاحبك يتصرف لك في المواقف الصعبه، وكانت النتيجه ان شريف يتعزل واسماعيل يتخلع.